السلام عليكم يا مساء الخير، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. كل عام وانتم بخير. النهاردة تاني يوم شعبان، خلاص رمضان قرب. كل عام وانتم بخير. ربنا كده يدخل علينا رمضان بالخير واليمن والبركات، وتكون سنة كده كلها سعادة، وتكون سنة كده جبر خواطر، سنة كده تطبطب على قلوبنا ونحقق فيها كل اللي بنتمناه وفوق كمان. يعني أي حاجة احنا بنتمناها من الدنيا فوق كل ده كلاته رضا ربنا، وربنا يدينا الصحة ويخلي لنا أولادنا، وكل واحد نفسه في أمنية ربنا كده يحققها له و... ويلا ندخل الفيديو. معانا دلوقتي كده هنعمل شوية محاشي بقى مشكلة. معايا بقى كوسة وبتنجان وفلفل وكرنب، ويلا بقى كده ايه نعمل شوية محشي في الشوي في ايه في السقعة اللي احنا فيها دي. يلا بينا كده. هنجيب كده الكرنباية ونبدأ بقى دلوقتي ان احنا نشيل اللي فوق ده خالص، الورق اللي بيبقى فوق ده، وبعد كده نقورها زي ما انتم شايفين. ويلا بقى نجيب حلة مية كده على النار ونحطها على النار كده، ونحط فيها شوية من الملح ونسيبها بقى لما تغلي نروح نسلق الكرنباية سوا. دلوقتي بقى كده جبت الكوسة حلوة قوي وطازة. هنجيبها بقى دلوقتي كده، هنشيل القمع اللي فوق ده ونشيل الحتة كمان اللي بتبقى تحت دي. نظبط الكوسة كده، وكمان الفلفل هنشيل برضو القمع اللي فوق ده، ونروح بقى دلوقتي على في الحوض كده، ونبدأ على طول ان احنا نغسل الكوسة والفلفل. وبعد كده بقى البتنجان مش بنغسله في الاول، بندلكه كده شوية بايدينا، وبعد كده ايه نقوره ونغسله بقى ايه مرة واحدة. هنشوف ده كلاته كده واحدة واحدة. خليكم معايا كده يا ريت بقى. آم، لو لسه معايا لحد دلوقتي يا ريت بقى تسيبي لي تعليق حلو كده في الفيديو، وتقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد. لو اول مره تشوفي قناتي، معاكي نورة الامام، اتمنى انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت حلو وتقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد. هنغسل دلوقتي كده الكوسه. زي ما انت شايفه الكوسه طبعا بيبقى فيها كميه رمل، لازم تتغسل مره واتنين وتلاته، ومش تحط عليها ميه كده وتشطفيها وتكبي. لا، بتمسكي كل حبايه كوسه كده تفضلي تغسلي فيها جامد، علشان لو فيها رمل ما يفضلش فيها. تمام. بصي بقى البتنجان هنا ما كنتش لسه غسلته، بمسك كده البتنجانية افضل كده ايه ادلكها كده شويه، وبعد كده اورها زي ما انتم شايفين. انا بحبها تكون رقيقه قوي، ما تكونش ايه ما تكونش فيها لحم، يعني ما تكونش مش متقورة كويس، لا، بحبها كده تكون على الجلدية زي ما بيقولوا. ايوه كده. تمسكيها بقى كده تفضلي بقى تدلكي فيها كده، وتشيلي القمع بتاعها من فوق، وبعد كده بالمقور بقى كده ايه ما تخليش فيها اي حاجة خالص. حتى الكوسة برضو مش بحب ان انا، يعني بحبها ايه بتكون متقورة قوي قوي كده، مش بحب اسيب فيها اي لحم خالص، وبالذات البتنجان. ايوه كده. عاملين ايه يا ولاد؟ ربنا كده يصلح حالكم ويصلح حالنا اللهم امين يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويجعلها كده سنة سعيدة، ويجعله كده رمضان مبارك علينا. اللهم امين يا رب. الفلفل برضو هنشيل كده الحتة اللي فوق دي. ايوه كده. يلا بقى نروح نسلق الكرنب. اهو. هنزل كده الكرنبايه كلها سليمة كده، وبعد دقيقة هقوم جاية قلبها بقى الناحية التانية. ومعايا دلوقتي كده حلة تانية كده تحت الحنفية على طول. هطلع بقى الورق اللي هطلعه هحطه على طول في مية ساقعة، عشان يوقف السوى بتاع الورقة، ما يخليهاش تتهري، وكمان يتغسل لو فيها أي حاجة برضو تغسلها كده بقى، تاكلي أحلى شوية محشي. والله بجد حاجة كده بصراحة تشم ريحة النظافة فيها. الكرنب بالذات الورق بتاعه بيبقى فيه حاجات برضو، يعني مش ألطف حاجة كده. فلو حتى لو اتسلق برضو، ما هي المية كلها بتنزل، برضو الكرنب بينزل حاجات في المية كده. فانت بقى بعد ما تسلق الكرنب كده تقومي جايه مطلعه ورقة ورقة. معاك حلة مية الحنفية شغالة عليها، بتنزل منها أي حاجة، يعني غير ان انت بتحط الورق الكرنب بعد ما يتسلق في المية الساعة بتوقف السوا بتاعه، لا كمان بتغسله وبتشطفه وبتخليه كده تحفة قوي. ايوه كده. بشيل بقى الحته العصم اللي فوق دي،
وبعد كده بقى اقوم جايه تقطعيها بقى تقطعها زي ما انت عايز. شوفي انت بقى بتحبي صبع المحشي يكون طويل بيكون صغير، انا عن نفسي بحبه صغير شويه. وكان معايا الصلصه اللي انا كنت عاملاها اصلا، ف هسبكها دلوقتي كده معاكم. هولع تاني عليها البوتاجاز واسيبها بقى ايه لما تتسبك برضو كده. كنت خلصت هنا تقوير البتنجان والفلفل، هنغسله بقى دلوقتي. ويلا بقى كده ايه نشوف هنعمل ايه تاني. كان معايا الكوسه بقى يا دوبك غسلتها عملتها اخر حاجه، وهبدأ دلوقتي ان انا كده اورها كده على طول. زي ما عملت في البتنجان هعمل برضو كده ايه في الكوسه. ايوه كده. مين بيحب المحشي الكوسه والبتنجان؟ قولوا لي بقى في التعليقات بتحبوا انهي بقى، تحبوا الكوسه والبتنجان ولا المحشي الكرنب ولا ورق العنب؟ انا اعرف حد والله العظيم بجد، يعني كنا نعمل مثلا محشي الكوسه والبتنجان والفلفل والحاجات دي، حد ياكل البتنجان وما ياكلش الكوسه، حد تاني ياكل الكوسه وما يطيقش ان ياكل البتنجان. ناس اكتر الناس اشوفها مش بتحب الفلفل، مش عارفه ليه مع انه حلو يعني. حد تاني ياكل الفلفل ما ياكلش الا الفلفل. سبحان الله، يعني هو الاكل ده اصلا اذواق. الاكل ده اذواق كده على حسب كل واحد يعني بيستطعم ايه. هنا بقى كان معايا خضرة، كان معايا كزبرة وشبت. انا مش بحب البقدونس بصراحة على على المحشي. في ناس بتفضله بس انا مش بفضله بصراحة يعني. انا هاخد بقى كده، جبت كده ربطتين من الشبت وربطتين كده من الكزبرة، مزودة الخضرة معايا شوية علشان خاطر انا عاملة كام نوع محشي، فلفل بقى وبتنجان وكوسة وكرنب وكده يعني. هنزل دلوقتي كده بالرز، وهبدأ دلوقتي ان انا انزل عليها الخضرة واقلب بقى الكلام ده كده كله، وهنزل عليها برضو التوابل بتاعتها وكده. ايوه كده. هنزل بقى دلوقتي كده بالصلصة على طول، هتبل بقى الرز، هنزل عليه الملح وانزل عليه البهارات، اي بهارات عندك انت بتحبيها وبتفضليها. انا عندي كده خلطة كده التوابل بعملها، بتخلي ريحة الاكل معايا حرفيا جبار والله العظيم. يعني بصي، ممكن من بعيد قوي تلاقي كده ريحة الأكل بتاعك باينة مميزة كده. هنزل بقى دلوقتي كده بالصلصة على طول، وهبدأ إن أنا أقلب فيها كده لحد ما أخليها كده معايا. دلوقتي بقى العصوم بتاعة الكرنب هنزل بها دلوقتي كده في قلب الحلة، وبرضو العصوم اللي هي بتاعة الشبت والكزبرة مش برميها، برضو بحطها كده في أرضية الحلة، بتدي ريحة بقى كده، حاجة كده حلوة والله العظيم. أصل المحشي ده يا ولاد تكات لازم بتعمليه كده شوية حاجات، يعني بتبقى بسيطة قوي. يعني انت ممكن تقولي مثلا مش فارقة او عادي، بس بصراحة بتودي معاك الاكل في حتة 13 خالص، حاجة كده الاكل ده مزاج بصراحة والله. ايوه كده. هبدأ دلوقتي بقى نحشل كده حلة الكرنب على طول لما اخلصها زي ما انتم شايفين كده. هنا كنت بتخانق، ما يهمكوش اي حاجة خالص. ولا كأني بعمل حاجة ولا كأنكم شايفين اي حاجة خالص. ايوه كده. هبدأ بقى دلوقتي كده على طول احشي بقى الكرنب. ايوه كده. لحد ما نخلص الحلة دي كلها، مش هنقعد مع بعض لحد ما نخلص، ده هما كام صابع بس كده وهنقلب على حاجة تانية. نعمل بقى نحشي الكوسة بقى والبتنجان. كلتنا شاطرين يا ولاد وبنعرف نعمل محشي وبنعرف نعمل الحاجات الحلوة دي. بس الفيديو بقى للبنات اللي لسه صغيرة، إيه اللي لسه متجوزة جديد وما كانتش بتقف في المطبخ قبل كده، كده يعني. بس يا نورا كفاية بقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى اللي فاضل القلب بتاع الكوسة ما مش برميه خالص، بسيبه بقى كده ايه، وهحطه طبعا في أرضية الحلة دلوقتي. وهبدأ دلوقتي ان انا احشي البتنجان تحت في الأرضية كده، وبعد كده اقوم جايه حاطة الكوسة وبعد كده الفلفل آخر حاجة، ونروح بقى نعلق عليهم بقى. يلا بقى كده كان عندي شوربة بقى، هنحط كده فرخة على النار. ايوه، واحدة بس من مرقة الدجاج كده والفلفل والبتاع والكوسة والبتنجان. ايه ده، انا كنت طبخت الفرخة هنا مش عارفة، تهيألي. المهم هفضل بقى كده افضل يهز بقى كده في الحلة
لما المحشي يتفرفط معاك كده علشان ما تبقاش حتة مستوية وحتة لأ. بس كده وخلاص. وطيبنا كمان الكوسة والبتنجان والفلفل، وطيبنا الكرنب، وكنا كمان سلقنا الفرخة وطبخناها. يلا بقى كده ايه نغرف بقى كده. الله عليه، الله عليه في الجو الساقع. تحفة تحفة يا ناس والله. على فكرة بان المقطع اللي كنت بطبخ فيه الفرخة ما جاش، بس مش مشكلة عادي، طبخنا فرخة عادي يعني. هنغرف دلوقتي الشوربة، وكانوا أحلى شوية أكل، كانوا أحلى شوية محشي. أيوة أهو. مش مسروعة على فكرة، أنا مسرعة الفيديو يعني، مش مسروعة وباكل بسرعة ولا حاجة. شوفي الكوسة تحفة، تتقطم كده لوحدها. وكمان البتنجان الله عليه. بس كده خلاص خلصنا الفيديو. السلام عليكم.